من منا لم يحمل يوما هاتفه في ساعة كسولة متسلقا بأصبعه سلم شاشة هاتفه الذكي باحثا عن اللاشيء وعن كل شيء؟ من منا لم يقضي بضع أو عدة ساعات أمام منوعات مقاطع فيديو فيسبوكية أو انستغرامية تكاد لا تنتهي حتى ينتهي يومه أو تقتل زمن وجوده ذلك الحين؟ هنيهات تفقدية مسروقة تتحول بقدرة قادر إلى ساعات طويلة ومديدة، ومقاطع فيديو عشوائية وعبثية لا لون ولا طعم لها تنثر شرارة أضوائها من كل حدب وصوب عبر سلاسل فيديوهاتية تلد إحداها الأخرى كدمية روسية. وعن ماذا أبحث؟ ودون تردد تتراص المقاطع تباعا غير آبهة لسؤال مثل هذا، فلذة مشاهدة اللاشيء أكثر متعة من الإجابة عن سؤال يتعب خلايا الدماغ بعد يوم شاق كهذا. فلأشاهد الآن ما لذ وطاب لي من التفاهة لألعنها بعدما أغلق باب حديقة السري أمام الجميع. لابد أن هنالك جانبا دفينا وقبرا غائرا داخل نفسنا البشرية يجرنا بكل مغناطيسيته نحو التفاهة، ربما هي بابنا الخلفي وسائدنا التي نصرخ في وجهها حين يحل الظلام، جدران حمامات تتحمل دمامة أصواتنا ملء صبرها، هي تلك الغرف التي لا يعرف عنها ذلك الغريب شيئا، تلك الغرف المليئة بالخردة في كل بيت، هي ما نرقص، ما نأكل، وما نتكلم حين نختلي بأنفسنا بعيدا عن تهديد الغير. فإلى أين نمضي حاملين أدمغتنا الكسلى حينما تتعب؟ اللامعنى يا صديقي هو جوهر الوجود، هو معناها إنه موجود حتى حيث لا أحد يريد أن يراه في الأهوال، في الصراعات الدموية. صديقي، تنتفس هذه التفاهة التي تحيط بنا، إنها مفتاح الحكمة، مفتاح المزاج الجيد والرضا. هكذا تكلم ميلان كونديرا في كتابه حفلة التفاهة، الذي ختم مشهده الأخير بحفلة تنعم فيها كل الشخصيات بالسعادة، إذ أدركت هذه الشخصيات معنى حياتها ومعنى التفاهة. إذ يوجه كونديرا من خلال كتابه رسالته لجيل الألفية الثانية، حيث لا يجب عليهم أن يأخذوا الحياة على محمل الجد. ولم يفعل جيل الألفية الثانية إلا أن امتثلوا لوصية كونديرا، بل وزادوا عليها كثيرا، فعاثوا في الواقع فسادا وتفاهة تغنوها كلمات، نصوصا وصور وشرائط مصورة تحرك بساط ريح بال عائد بنفسه نحو زمن سقطت فيه بغداد ورست فيه سفن نابليون على شواطئ مصر. عصر حطاط الأدب والقصيدة، زمن غاب المضمون والمعنى عن الأبيات الشعرية، وهاجرتها الزينة والتنميق والمحسنات البديعية، وأضحت باردة وخاوية المغزى، ليحقق العود الأبدي نفسه اليوم. صيغة رقمية سريعة شريهة، جائعة تسيل الأرقام الكبرى لعابها، تثير عدد المشاهدات غريزتها الشهوانية، وتفقد أمامها مقساط الرقابة حماستها وسط معترك إنساني راق في همجيتها، يصارع فيه الفرد نفسه عوض مصارعة الأنظمة الجائعة. يقول بيونغ تشول هان في كتابه السياسات السيكولوجية إن مجتمع السيطرة الرقمية يستغل الحرية أكبر استغلال، فبفضل كشف الذات وتعريتها الطوعيين لا يحدث إفشاء البيانات بالإكراه، وإنما استجابة للحاجة الداخلية. ازدادت شراهة الأنظمة فصار الجميع يعتلي المنصات صارخا عبر أناه، منهم من يلقي بظله منتحرا على مرأى من الجميع، ومنهم من يحمل حقيبة حياته ناشرا تقاسيمها أمام جمهورها، ومنهم من صنع ابتسامته اللاصقة البيضاء لكل المناسبات، فما عاد للتفكير النقدي مكانا، وغاب المعنى والجدوى، فلبس كل منا ثوبه الفرداني بشياكة. بنيوية التفاهة. يحلل الفيلسوف الكندي ألان دونو
في كتابه نظام التفاهة: ما آل إليه العالم الآن وما صارت عليه المجتمعات الآن من التفاهة، إذ يرى أن العالم لن يفنى بسبب قنبلة نووية كما تخبرنا الصحافة، بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة، والتي ستحول الواقع إلى نكتة سخيفة. بل وغاب المعنى عن مظاهر الحياة الإنسانية، إذ تحدث أيضا عن الدعم الأكاديمي المساهم في خلق التفاهة بسبب هوس الحصول على الشهادات العلمية من ماجستير ودكتوراه، فسلعت المعرفة وصارت الجامعات متاجرا معرفية، وأضحت الثقافة هي الأخرى متجرا ربحيا بأهداف براغماتية لا يستهان بها. وزركش الصحفي الواجهات بعناوينه وأفكار برامجه وأخبار مشاهير وفضائح يحركها هاجس ربحي ليس إلا مثيرة استجابة فضولنا الغريزي الذي يهوي بنا لاكتشاف كل ما يعجز العقل عن فهمه وارتكابه. فقد أضحت مشاهدة تلك الفتاة التي تستعمل مفردات السب والشتم في فيديوهاتها أمرا ممتعا ومألوفا ومثيرا للاهتمام بشكل غريب يعجز الفهم السطحي عن إيجاد اختزال بسيط لها. وباتت مشاهدة مقاطع الأكل بكميات خيالية من الطعام أمرا مسليا للغاية، ومع كل هذا نستمر في استهلاك مثل هذه المقاطع ليل نهار ونلعن تفاهتها جهرا، وكلنا مقيدون بنفس السلسلة بدرجات متفاوتة الحدة. أنظمة تعبث طريقها الظل. من الجلي أن للأمر جانبا سيكولوجيا مستترا فهمه من فهمه، وتم استعماله بحنكة ودهاء ليروي عطش ماكينات الإنتاج والاستهلاك النيوليبرالي الجائر، فاخترقت من خلاله ثغرات النفس البشرية بعناية فائقة، وبنيت داخلها أعشاش ومستوطنات تتكاثر وتتوالد بكامل بكتيريتها. إنها أماكن الظلام، مكامن الشر والتوبة والندم والأحلام، حيث تقطن وتلتقي ظلالنا جميعا بعيدا عن من أنا ومن أنت، أماكن ننكرها جميعا خلال يومنا، أماكن توازي ولا تلتقي وعينا هذا، عوالم تعترف فيها وتحسد الأنثى من تفوقها جمالا، أماكن يغازل فيها هذا الذكر جمال أنثى أخرى غير أنثاه في أتم راحته. إنها ظلالنا كما سماها يونغ، إنها الجانب الآخر للقمر، والذي نخبئ عن طريقه صفاتنا المذمومة وميولاتنا الغريبة الفطرية، لنخرج للعالم بذوات بيضاء نقية نعيش بواسطتها كذبة زائفة من التفوق الأخلاقي السامي والقوة المطلقة داخل حساباتنا الرقمية، ورماد ظلالنا المسحوقة تأكل ذاتها وتقتل وقتها وراء شاشة الهاتف حين يحل المساء بضجره وخيباته ومتمنياته. إنها حفلة تفاهة شديدة يا سادة، إنها السيطرة على النفس والجسد، وعلى عطشنا لأن نستهلك، وجوعنا الشديد لأن نظهر أكثر قوة وثراء وتألقا على أعتاب بيوتنا الرقمية.